وقسما بالله لو كنتي سميتيني وتكلمتي في ذمتي مباشره اذا كنت غادي نوقفك في المحكمه، لانك بالغتي وستي فيه وما لقيتيش شي واحد في البلاد يقول لك كنت حشم بن كيران، كنت حشم لانك عيقتي، كنت حشم لانك عيقتي. الذمم ديال عباد الله ماشي رخيصه، ما يمكنش تكون انت في هذه البلاد اللي تجي لي تنقط لعباد الله. حشومه السي بن كيران، وانا كنقول لك انت راجل شايب، كنت حشم، احترم العمر ديالك، احترم المكانه اللي كانت عندك. واذا كنا كنوقروا وكنراعيو شويه ديال العفه فنقي فمك شويه، نقي فمك. كتدعي المرجعيه الاسلاميه ما تبقاش اللي جابوا على فمك تقولوا، ما تبقاش تطعن في الذمم ديال عباد الله. يا هذا الراجل كون راجل غير مره واحده في حياتك، الله يرحم لك الوالدين. وكنعاود نقولها لك، هذا تحذير مني ليك قسما بالله، وتعاود تطعن في ذمتي مره اخرى اذا غنطليك وبيننا القضاء. المسيره ربي غندعيك ليه وغتقلد نهار المحاكمه ديال بصح غادي تجبد لك السميه ديال النكافه اللي تسمينا نكافات، اللي غتسمينا نكافات. والامانه كذلك، والتقليد تاع دوك القيجيه اللي كيصفقوا لك، قال لك حزب سياسي واعر، انت كتخطب فيهم بحال شي امام وهما كيصفقوا لك بحال هكا. ولا واحد عنده الجرأه يقول لك حشومه عليك هادشي اللي كتقول، حشومه عليك تطعن في عباد الله. قلنا النكافات نتكلموا معك بالمستوى ديالك، القيجيه ديال السياسه اللي معك، بعضهم مع احترامي الناس محترمين كيوصلوا لك هاد الهضره. حنا ما عمرنا نصبنا نفوسنا كنتكلموا لا باسم الدوله لا باسم المعارضه لا باسم الاحزاب ولا باسمي ولا باسم. كنتكلموا داكشي اللي قال لك الطنطون ديال راسنا، اللي يقدر ما يعجبكش، وحنا كيعجبنا الحال ملي ما كيعجبكش. فبالتالي اذا كنتي انت عايش الوهم ديال انك كتسوى شي حاجه في هذه البلاد، اذا عايش هذا الوهم بانك باغي تولي رمز في هذه البلاد، فخصك تفيق من القلبه. وماشي الناس كلهم كيعتبروا انفسهم مدافعين ولا ناطقين باسم الدوله. كيظهر لي الا كان شي واحد ناطق باسم او يتخيل انه ناطق باسم الدوله فهو انت. من ايام الدريس البصري والخلطي وزيد 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 وزيد. كيظهر لي التاريخ ديالك كتعرفوا السي بن كيران وكيعرفوا الناس اللي معاك وكتعرف هادشي كامل. والمحاولات ديالك بانك تنصب نفسك مقابل جهه اخرى قائمه في البلاد راه كتعرف انت هاد الامور. فبالتالي حنا كنتكلموا بافكارنا اللي ما تعجبكش، ومزيان انها ما تعجبكش. حتى لهنا على كل حال نقول هذا اجتهاد اللي عندك عليه اجر واحد. تكلم على مشدود السرفه ديال الفليسات. هذا السيد رئيس الحكومه الاسبق القداميسي، هذا كيتسمى القذف، باش نشوفوا الراجل ديال بصح من الراجل ديال الكرتون. الا كان شي حد جراه السرفه ديال الفلوس السي بن كيران، كنحذف السي مره اخرى، فهو انت اللي كتبيدق، وانت اللي كتلحس الكابا باش يدوروا معاك، وانت اللي كتبيدق وكتلحس الكابا باش يديروا لك الكار كورات، وانت اللي كتبيدق وكتلحس الكابا باش يعطيوك الطوموبيل بطريقتك، كتبيدق بطريقتك. اذا الا كان جراك السرفه ديال الفلوس فعبد ربي ما تعاودش تجبدو على فمك، والا مره اخرى قسما بالله حتى غنطليك وغنقلل معاك الحياه، لانك بالغتي وستي فيه وما لقيتيش شي واحد في البلاد يقول لك كنت حشم بن كيران، كنت حشم لانك عيقتي. الذمم ديال عباد الله ماشي رخيصه، ما يمكنش تكون انت في هذه البلاد اللي تجي تنقط لعباد الله. هذا نزيه، هذا شريف، هذا ولد الحرام، هذا باندي، هذا شريف. يا كنتي رئيس حكومه وكنتي راجل وديتيهم للحبس كاملين، ولا ملي دافعوا عليك السي بن كيران كنا رجال ذاك الساعه، ملي كانوا يداروا عليك الحملات ذاك الساعه ما كانش السرفه الفلوس كتجرنا، كنا نزهاء ذاك الساعه. حشومه السي بن كيران، وانا كنقول لك انت راجل شايب، كنت حشم، احترم العمر ديالك، احترم المكانه اللي كانت عندك. واذا كنا كنوقروا وكنراعيو شويه ديال العفه فنقي فمك شويه، نقي فمك. كتدعي المرجعيه الاسلاميه ما تبقاش اللي جابوا على فمك تقولوا، ما تبقاش تطعن في الذمم ديال عباد الله. يا هذا الراجل كون راجل غير مره واحده في حياتك، الله يرحم لك الوالدين. وكنعاود نقولها لك، هذا تحذير مني ليك قسما بالله، وتعاود تطعن في ذمتي مره اخرى اذا غنطليك وبيننا القضاء. المسيره ربي غندعيك ليه وغتقلد نهار المحاكمه ديال بصح غادي تجبد لك السميه ديال النكافه اللي تسمينا نكافات، اللي غتسمينا نكافات. والامانه كذلك، والتقليد تاع دوك القيجيه
اللي جالسين كيصفقوا ليك، قال لك حزب سياسي واعر، انت كتخطب فيهم بحال شي امام وهما كيصفقوا لك بحال هكا. ولا واحد عنده الجرأه يقول لك حشومه عليك هادشي اللي كتقول، حشومه عليك تقطع في عباد الله، ما قلتي عليك حتى شي واحد في البلاد. اذا كان الدستور تيعطيك الحق انك تعبر على الراي ديالك، فماشي من حق اي واحد كما بغى يكون، وخصوصا هذا رئيس حكومه سابق، انه يزول لك ذاك الحق ويحرمك منه. اذا كانوا واحد الفئه المغاربه قالوا تزا قبل غزه واختلفوا معنا في الراي او مع السي عبد الاله بن كيران، فماشي من حق السي عبد الاله بن كيران انه يوصفهم بهذا الوصف، لان هذا وصف قدحي. وحنا كنعرفوا هذه الكلمات هذو، ما بغيتش نبقى نعاودهم. هذا راه التصريح هذا داروا في وسط في عيد العمال، فاتح ماي اللي يوم العالمي، يعني كانت واحد الكاميرات موجهه داخليه وخارجيه. يعني دابا حنا شنو الصوره اللي كنعطيو، للشباب على الممارسه السياسيه في المغرب؟ الا كانت حنا خصنا نرتقيو بالعمل السياسي. الا عندك شي برنامج ديال الحزب ديالك وضحوا، بينوا، قربوا، اطر الشباب، استقطب الشباب. هنا فين خص يكون بيناتنا تنافس، ماشي تنافس انني نسيء لك بالفاظ نبيه او تسيء لي انت بالفاظ نبيه او العكس. السي عبد الاله بن كيران يمكن هذيك طريقته، ولكن خصو يعرف بانه راه واحد الشخصيه عموميه، وبانه كان رئيس حكومه سابق، وخصو يترفع على بحال هذه المسائل. ما خصوش يبقى ينزل لهذا المستوى، لان الا كان رئيس حكومه سابق كيقول هذا الكلام هذا، شنو غادي يقول واحد اخر؟ راه ما هادشي ماشي معقول صراحه، ماشي معقول. واحد الوقيته حنا ملي كنا مازالين صغار وكنشوفوا رموز الوطنيه في البلاد كامثال السي عبد الرحيم بوعبيد والسي علال الفاسي والسي بن سعيد ايتي الدار، هاد الناس كانوا رموز، وكانت الناس كتحترمهم لان هادو كانوا وطنيين وتيحبوا بلادهم، وما كانش كيخرج منهم يعني كانوا هاد الناس اللي كيتكلموا حنا كنستافدوا منهم. فاحنا بغينا مثلا هاد الناس هادو اللي دابا هما كيقولوا حنا زعماء سياسيين، وحنا دابا تبارك الله عندنا 35 حزب او اكثر في المغرب، حتى هما يكونوا بنفس هاد الناس هادو. يعني هادشي يولي متوارث، هكا غادي نجلبوا ونستقطبوا الشباب للسياسه، ماشي غنهربوهم منها. لان حتى في الخطاب الاخير ها هو عاوتاني سمعنا مصطلح الكلاب، وسمعنا هاد المساله ديال انني كنساند ايران. ما يعني داكشي علاش حنا متمسكين بالشكايه ديالنا.